Hello guys, how are you today? يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين جدا جدا جدا. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه بيتكلم على اختصارات بتاعه الشات والسوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك والواتساب والانستجرام وتويتر وكل الكلام ده. في ساعات اختصارات زي اللي انتوا شايفينها على الشاشه دي ما بتبقوش فاهمين معناها ايه، وبيبقى موقف حرج جدا لو قلت للشخص اللي انت بتتكلم معاه يعني ايه اللي انت كاتبه ده. النهارده ان شاء الله انا جمعت لكم مجموعه كبيره جدا من الاختصارات الشائعه المنتشره، بس ما تنساش تعملي سبسكرايب للقناه وكمان او اشتراك طبعا، وكمان لايك للفيديو، وكمان يا جماعه تتفرجوا على بقيه الفيديوز المحادثات والقواعد والتاسيس وكل الكلام ده علشان فعلا مهمين جدا. يلا بينا نبدا ونبتدي مع بعض يا جماعه. اول اختصار وهو LOL اللي هو معناه laugh out loud. laugh out loud يعني لما يجيلك بقى بوست او صورة وضحكك جدا فهتقوم انت كاتب LOL، او طبعا لو حد بعتهولك فخلاص تفهم ان هو بيضحك على البوست اللي انت بعتهوله او يعني ضحكته جدا. الاقوى بقى من LOL هو ROFL اللي هو بقى ايه معناه rolling on the floor laughing، يعني يعني عارف احنا بنقولها كمصريين بنقولها اتمرمغ من في الارض من كتر الضحك، يعني مات من الضحك، يعني فطس من الضحك، اوكي فطسان من الضحك. بقول لك ROFL rolling on the floor laughing يعني خلاص انت هموت من الضحك، يعني انت بعت لي بوست قتلني ضحك. اللي بعده OMG يعني oh my god. I think ان ناس كتير قوي عارفينها OMG oh my god، ودي بتستخدم لما تكون حاجة فيها سربرايز، يعني مثلا حد دهشك بخبر او اتفاجئت بحاجة فبتقول OMG يعني oh my god. الاختصار ده اللي هو THX او THNX معناها thanks، ودي برضو منتشرة قوي. NP معناها no problem مفيش مشكلة. NM أو NVM معناها never mind يعني ولا يهمك. JK just kidding يعني أنا بس بهزر. لو حد مثلا انت بعتله بوست او حد بعتلك بوست وانت فهمته بطريقة غلط فبتقول له just kidding I'm just kidding أنا JK اللي هو أنا بس بهزر، أو إنها دعابة يعني. دي طبعا الكي اختصار اوكي. ونكمل مع بعضنا. BE4 او B4 معناها زي ما انا قلت لكم كده before يعني قبل، تمام. خلي بالكم يا جماعه ان دايما نمبر 4 بيعوض الكلمه اللي هي FOR، عشان الاختصار فبيشيلوا كلمه 4 وبيحطوا نمبر 4 عشان نختصر الوقت والكلام ده. TYT يعني take your time خد وقتك take your time. BRB معناها be right back اللي هو سأعود. اللي بعدها ASAP معناها as soon as possible ومعناها في أقرب وقت ممكن. GM معناها good morning. دي طبعا معروفة قوي معناها yes. وعندنا letter U حرف اليو ده بيعوض الكلمة اللي هي يو الكاملة اللي هي معناها أنت. و letter Y بيعوض كلمة Y اللي هي معناها لماذا ليه يعني. نكمل. دي طبعا ايه انا قلت لكم قبل كده ان letter ان نمبر 4 بيعوض كلمة 4 و letter U بيعوض كلمة U، فاكيد دي by logic هتبقى for you يعني لك انت for you. ASL معناها age sex and location. لما حد بيبعت لك ASL يعني هو عايز يعرف سنك age، وعايز يعرف sex your sex اللي هو انت ميل ولا فيميل، رجل ولا انثى اللي هو يعرف جنسك، وكمان location اللي هو انت منين يعني. ف ASL عايز يعرف معلومات عنك
سنك ونوعك وكمان مكانك. الام والاف اختصار لميل اند فيميل، يعني لما حد بيبقى عاتلك ام اور ام سلاش اف كده معناها ميل اور فيميل، انت رجل ولا انثى، ميل رجل وفيميل انثى. طبعا دي معروفة جدا ان هي اختصار لبليز، بليز، وبليز يعني رجاء. W8 معناها wait، wait طبعا يعني انتظر، اوكي. GR8 معناها great، great يعني عظيم، حاجة لطيفة جدا، عظيمة. TTYL معناها talk to you later، talk to you later يعني اتكلم معاك في وقت لاحق. B4N معناها bye for now، bye for now يعني باي باي دلوقتي، يعني باي باي سلام دلوقتي يعني. نكمل. for you قلناها. STSP معناها same time same place، نفس الوقت بنفس المكان، STSP. بعد كده TC معناها take care، take care خد بالك. اما اقول لحد مثلا خد بالك من نفسك اكتب له TC، take care. how are you، how are you دي اختصار ل how are you اللي هي كيف حالك. N اختصار ل and. BTW معناها by the way، by the way. CM معناها call me، call me اتصل بيا او هكلمك تاني كده يعني. call you اللي هو هكلمك تاني، call me اللي هي CM اللي هو كلمني. دي طبعا معناها you too يعني انت ايضا. وبكده يا جماعه نبقى خلصنا الفيديو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا باي حاجه، باي معلومه تفيدكم وما تحطكمش في موقف وحش وتضطروا ان انتوا يعني تحسوا كده باحراج شويه ان انتوا مش عارفين معنى الكلمه او مش عارفين او خجلانين ان انتوا تسالوا. فتابعوني عشان انزل لكم الجزء التاني من الاختصارات دي. Thanks for watching. باي باي.